الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتة تحتي تازلا كم حديث لهم تزوتي رود زرقة حلو كمتزيو جزية دق سبات حمش تنقرات دفتون حمش تنقرات ما يرسعوا زبل الدنيا وآخرة إن الدنيا يفوتون آخرة يرسعوا تبل حمش تنقرات تذكرة زياتن حديث صحيح ديو نزبل لا حديث صحيح يكونن بل العلماء انت يقولوا ليس له وجود في كتب الحديث ابناء كتبنا أهل الحديث يلن يقولوا ولذلك حرام يقولوا رسول إلمو إلكا كتزرقح مو رسول زي بولو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سلازبولو إذا حديث زي تبايلو تزرقح زلو النبي عليه الصلاة والسلام زبولو يكون نعم ولا تكون تاتجليس أزلا ولا تحق أنت هنا لكن كاب رسول عليه الصلاة والسلام زدت محلال في أيكونن والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتة تحتي تازلا ودي سب مسموته ملائكة يحتوه يوم ثم ملائكة زحتوه أبيو أبرزخ ديو أبتنيك أبرديو ولا دحرم تسا كم مقابريو زبلالو. طبعا كم تفلت إذا مات ابن آدم وخرجت روحه ابن آدم تدأ مويتو روحون تدأ وزيئة أب قبر مسنبر كايو فإنه عندئذ سيكون في أول مراحل الآخرة زيئتها مجمريا كابتن مدرخات ناي آخرة لأن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة كابت قدامي بوتا ومدرخ ناي آخرة مقابريو. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أب قبرين تدأخيدهم يبخين يروم حتى يبلى لحيته كساب صحمهم تتلقي يبخين يروم فيقال له قد تذكر الجنة والنار فلا تبكي جنة جهنم كذكرون كله بزح كم زي تبكين يخا أب قبري يخا بزح تبكي مسبولو. رسول عليه الصلاة والسلام كبلو سميع يبل إن القبر أول منازل الآخرة كابتن قدامت درجاتات ني آخرة تقداميتي مقابر يبلو نبي عليه الصلاة والسلام فإن نجا منه كاب أنت دادي حينو فما بعده أيسر بدحر يسر لزفق وسيو وإن لم ينجو منه أب أنت دا زيدي حينوغن فما بعده أشد منه بدحر يوزقات مدمات تزخبدئيو يبلو مالتيوم. إذن أبزق زيزيئتهم ملائكة دموزو يأتياني الملكان الموكلان يحتوه عما كان يؤمن في الدنيا أبو الدنيا انتهي نيرو تأمنت نيرو عن ربه وعن دينه وعن نبيه زين سلسة زي انحتو من ربك وما دينك ومن نبيك لهم يحتوه فإن أجابهما بخير فذلك خير ترى بقبو ملسو خلاص تعاويت له مالتيو وإن لم يجبها انت رأى نزن حتتات رأى بقبو انت رأى دي ملسوغن فإنهم يضربانه ضربا شديدا أليما برتعزخون التهرار ما يهرمو وهذه هي فتنة التي يفتن بها زيادة سبات مجمر يا فتنة ناي آخرة تقاطمهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كابت دعاء زقبرو وزنبورو يبلا ستنا عائشة اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب لهم كابت دعاء قبروز نبور النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر يبلو نيروم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتة تحتي تازلا ركعتين دحري ودو دسجد قدميت ماي
ውዱእ ዝገበርካሉ ከይነቐፅን ከሎ ዲኻ ክትሰግድ ዘለካ ዝብል نعم يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين عقب فراغه من الوضوء انت دقا كابتي فتو زخون انت دقا حدث وضوء انت دقا جيرو أبقان كله ركعتين كسجد سنة الوضوء ازي كابتي فتو زخون ايو مخنيات النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء انت دقا حدث ዝኾነ ሰብ ውዱእ ገይሩ ጽቡቕ ኣገባብ ገይሩ ናይ ውዱእ ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما ركعتين سجد كل ملؤ بملؤ دليتون قلب دماني ناب رب توجه إلا وجبت له الجنة جنة تقبئته يبلو ولذلك الحافظ ابن حجر تايبلو فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء وضوء مسجبرك أبقى خلخا ركعتين كسجد ولذلك انت يقولون مشروع تان سنة الوضوء الكات سجدان تدعوينك كلاتهم علماء عقب الوضوء يقولوا يعني قبل طول الفصل كابتا وضوء زجبرك ياسي كسابتا ركعتين سجد الله جيزيك وسيدي يقولون دليل على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء مباشرة وضوء ودق مسبلك أبقى خلخا ناب صلاة حالة كتسجرن كلخا اتفضل تركب إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين سنة الوضوء إلو كسجد يخيلو أبزخون وقتي ولا وقت النهي انتخونه ناي وضوء إلكا وضوء انت داقير كابقى خلخا أو وضوء ضد قبر كايو بزخون أوان ركعتين انت دا سجدك إذي وجبت له الجنة زبلالو غفر له ما تقدم من ذنبه زبلوين ألنا مالتي إذن نعم وضوء غيرك قلتفك السجدان كلها أتا سنة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد كابتن حتتات تحتي تازلا ما هو الصراط المستقيم صراط المستقيم كنبل كلنا انتي مالتي ونزبل إمام ابن كثير رحمة الله عليه بزعبا صراط المستقيم كفسرون كله انتهى يبلو الإمام أبو جعفر بن جرير زبلو أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا كلهم مفسرين القرآن تسمى علو صراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه قد زبل من قدي قلت الزخونة من قدي إذي صراط المستقيم بحال ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما أبتاني اهدنا صراط المستقيم انتهي مالتي يبلو تي كوميل كادو عهد قبرن كلا خاب سلاتك ألهمنا دين الحق يا رب تي دين حق زخوني نعو مرحنا ألهمنا الطريق الهادي تي قنوع زخوني من قدي مرحنا وهو دين الله نسدماني دين ربي الذي لا عوج له مالت قبات زي بلو قد زبل من قدي نابو مرحنا مالتيو ولهذا إمام السعدي رحمة الله عليه اهدنا الصراط المستقيم كنبلن كلنا يا رب دلنا وأرشدنا مالتي يا رب نبتقنع من قدي مرحنا ووفقنا للصراط المستقيم نبتي صراط المستقيم أبو قطن خنبل وفقنا وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله قلت زخاني من قدي ناب رب سبحانه وتعالى دبتصح وإلى جنته ناب جنة دبتصح وهو معرفة الحق والعمل به التحقي أفلتنا نتحقق فلتنا يا دماني كنسرح دما وفقنا فهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط نابتي قنع من قدي نابو مرحنا أبتي قنع من قدي دماني أبو دماني قد عبلنا فالهداية إلى الصراط رب العالمين نابتي قنع من قد مرحكا لزوم دين الإسلام مالتي دين الإسلام كتحز وترك ما سواه من الأديان كل أديان باطل زخنا نعو قديف كابتا قنعتي دين الإسلام نابو مرحنا والهداية في الصراط أبتا صراط أبتا قنعت من قدي مسأت خانا دماني علم وعمل فلتة تكبارن دماني أبو دما وسخنا مالتي فهذا الدعاء من أجمع الأدعية كابتي ترنف دبلنا كل خير دحازت دعاء زي آية أهدنا الصراط المستقيم تبل وأنفعها للعبد نحد باريات تتقمو
دماني رب العالمين تدعوفقوا إذا صراط المستقيم يا. ولهذا واجب يخون حدا ودسب قديتايو كل ودسب دعاء كجبر أب كل ركعات ناي صلاته نمنتاي إذا صراط المستقيم نساءنا بجنات تبتزح سلازخونت. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.